يا ابني. مالها ايدي يا فندم؟ يا ولاد الرفضي، يا ولاد الرفضي، انا تحت امركم، انا تحت امركم، تحت امركم، تحت امركم، تحت امركم. تسلم ايديكم يا حماة الوطن. انت يالا قول مين اللي مشغلك؟ محدش مشغلني، انا فدائي زيكم. فداي بتفتح جوابات الناس وتتجسس عليهم؟ انت عبيط يا. انا ما بتجسس، انا بفتحها علشان اقرا اللي فيها. طب ما انت كده تبقى بتتجسس. ما انا ببقى قاعد زهقان فبفتحها علشان اتجسس، ولا علشان اتسلى. امال عرفت الشفره بتاعتنا ازاي؟ بالحظ وقع تحت ايدي جواب لقيته مكتوب بسن قلم من غير حبر، ده محدش عارف يفك الشفره دي خالص. بس انا عرفت افكها. وحطيت الورقه البيضاء ليه مكان الجواب؟ كنت حابب الفت انتباهكم عشان اقول لكم ان في فدائيين زيكم، علشان ممكن نتعامل سويا يا حماة الوطن. التنظيم بتاعكوا اسمه يالا؟ الحقيقي لسه ما اخترناش اسم مناسب، لكن احنا فيها ممكن نختار اسم. ايه رأيكم نسميه ايه؟ نسميه ايه؟ انت عبيط يالا. لو مش حابب الاسم احنا ممكن نختار اسم تاني. ايه رأيكم نسميه اسم تاني يكون في معلومكم انا زميل ليكم. انا وواحد صاحبي خاطفين جاك بليتشر. ايوه، اشمعنى بقى جاك بليتشر؟ انا خطفته علشان الوطن، لكن الزعيم ضحك عليا، خطفه علشان جاك عايز يقعد مع زينات غصب عنها. زينات مين؟ زينات دي بنت دلال صاحبة البنسيون، علشان أباظة عاوز منهم فلوس، وفي يوم من انت الأيام بتقول ايه يالا؟ اباظة مين وزينات ايه؟ على فكرة مش من الكويس إنك تضرب زميل ليك في الفدائية. لحظه يا رجاله، إيه؟ حد يروح للحاجه فتحيه يقول لها تشوف لها مكان تاني. ماشي. طب والافندي ده هنعمل بيه ايه؟ يا حماة الوطن والله أنا ما سامع حاجة، ممكن تعلوا صوتكم شوية؟ يا ابني بقى. أي يا ولاد الأبلسة هتندموا أشد الندم.